الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة المرأة والسطور. الفيلم صدر عام 1997، قصة وسيناريو وحوار سعيد مرزوق، والإخراج لسعيد مرزوق، الموسيقى التصويرية لراجح داوود. تحرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. طمني. فتح الحرز وجد بداخله راس ادمي مقطوعه من نصف العنق بآلة حاده، وبأخذ عينات من الدم وجدت تحتوي على اثار المورفين، ووجدت خلايا. المهم يعني الراس اللي عندنا تبع باقي اجزاء الجثه اللي احنا لقيناها. التقرير بيقول نفس المواصفات وعينه الدم كمان يا باشا. ودي جثه مين ومين القاتل؟ اكيد واحده ست يا فندم. اشمعنى؟ يا فندم دي القضيه رقم 18 بنفس المواصفات، راجل ومتعبي في اكياس زباله، وفي الاخر بيطلع القاتل مراته. القاتل مراته؟ في حاجه يا فندم؟ تعالى يا فوزي تعالى. في يا سعاده الباشا. بص في العدسه كويس. شايف ايه؟ ايوه يا فندم، في اسم واحده ست. اعتقد سكينه ايه؟ عشماوي. لا يا فندم، سكينه العشماوي، وبعدين في مسافه كده ممسوحه وكلمه باشا. يمكن يا فندم المسافه ديت اسم الجد مثلا. لا اللي يسمي سكينه وعشماوي ما يبقاش باشا. مظبوط يا فندم. تفتكر يكون ايه؟ يبقى مكان يا باشا. مش فاهم. سبا باشا، مصطفى باشا. برافو عليك يا فوزي، برافو. بكره الصبح تنزل على السجل المدني تعمل لي مسح لكل المناطق اللي في اخرها يا باشا، لحد ما تعطف اسم سكينه العشماوي تعرف لي عنوانها. حاضر يا فندم. الفيلم مأخوذ عن قصتين حقيقيتين لجريمتين منفصلتين. بيدور الفيلم حول جريمة قتل بشعة تمت باكتشاف حقيبة بتضم أجزاء لجثة بشرية تم قتلها وتقطيعها بالسطور. التحقيقات بتوصل إن الزوجة هي اللي قتلت الزوج، وإن الزوجة كانت ضحية من ضحايا الزوج المعروف عنه إنه هو نصاب. افتح الباب. مين؟ مباحث. افتح الباب. عاوزين ايه؟ عايزين سكينه العشماوي. وعاوزينها ليه؟ افتح الباب. حاضر. انت سكينه العشماوي؟ لا. اوعى. تعالي يا عايز تهربي؟ خش جوه. الفيلم بطولة نبيل عبيد، أبو بكر عزت، ماجد المصري، عبد المنعم مدبولي، دنيا عبد العزيز، زوزو نبيل، إنعام سلوسة، فاروق فلوكس، إحسان القلعاوي، ضياء المرغني، ناجي سعد، أحمد عقل، وسيد حاتم. أهلا سيادة العميد، عاش من شافك. في إيه؟ اسمك إيه؟ اسم البيه عارفه. برد عليا بسألك اسمك إيه؟ جاوبي على البيه. اسمي ميمي سالم يا بيه. اصلها بتشتغل في كبريه يا باشا. جوزك فين؟ أنا هجوز فيهم. هما كتير، ردي كويس. هم 4، لكن أنا دلوقتي فاضية وتحت أمرك. جوزك محمود علوان فين؟ محمود علوان؟ محمود دلوقتي مش جوزي، ما اعرفش عنه أي حاجة. مش دي شقته؟ كانت يا بيه، لكن أنا اشتريتها منه بعد مسجل. من امتى يا ميمي؟ من حوالي سنة، تحب تشوف؟ بعدين تعرفي سكه محمود علوان؟ علمك يا بيه. اكيد برضه تعرفي ساكن فين، بيسهر فين. الكدب خيبة يا بيه، أنا أسمع إنه في في كينج مريوط. اكسر الباب.
ايوه يا فندم. اكسر الباب. اكسر الباب. حاضر يا فندم. هو ده محمود علوان، باسبورات دي مزوره. اكيد دي تبقى مراته يا فندم. اكيد. افتح. تمام يا فندم. مجموع صور وتوكيل عام. توكيل عام رسمي محمود علوان للسيده سعاد عبد الرحمن حسن. التوكيل ده مزور زي الباسبورتات. ده راجل تاني. الست دي متجوزه 2 ولا ايه؟ أحداث الفيلم بتدور في منطقة كينج ماريوت. كينج ماريوت منطقة في غرب اسكندرية في حي تاني العمرية غرب طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، وأصبحت المكان المفضل لأثرياء اسكندرية اللي نزحوا إليها هروبا من الزحام والضوضاء والتلوث البيئي داخل اسكندرية. كانت في البداية ضاحية جميلة شوارعها أسمنتية وفيها أشجار وفيلات على أحدث طراز، كان بيسكنها الإنجليز والفرنسيين ويهود اسكندرية. بتعود تسمية كينج ماريوت لكينج باشا أو كينج عثمان، وهو أحد الأعيان الأتراك المشهورين في أواخر القرن ال19 الميلادي، وكان بيمتلك أراضي شاسعة في تلك المنطقة. ايه رايك يا تيتا؟ الفستان حلو. حلوة قوي يا بنتي، مبروك عليك. مساء الخير يا حمزه. مساء الخير يا فندم. امال عماد نصحي فين؟ لا مش موجود يا فندم. طب قول له محمود بيه علوان خلص موضوع بورسعيد. بحسن حظ رئيس الوزراء كان هناك ساعدنا قوي قوي قوي. الحمد لله. قول له هحتاج استلف منه العربيه الاسبوع الجاي. خد المفاتيح. شكرا. مع السلامه. الاسانسير بتاع اهلك عطلان. مساء النور. يا دي الخيبه. البير حبيب جه؟ البير حبيب جه؟ لا، افتح اوضتك. اتفضل. ايه دي؟ دي فاتورة الشهر اللي فات، صاحب الاوتيل قال لك اديها لك. يلا يتنقل ب 60 نيله. عيب. لسه مكلمنا وزير الساعه يخلي بنسيون الزباله ده 5 ستار 5 نجوم يعني. ناس ما عندهاش ضمير ولا دم. طلع لي الخط على فوق. حولي الخط على فوق. فوق. ايوه. عيب. اللي قول لي فاتوره الشهر اللي فات ولا اللي فات ولا اللي جاي؟ ده بني. البير حبيب جه؟ اصفخص على منظرك. الو مين؟ انا يا روحي لسه واصل من مصر دلوقتي. انا حتى لسه ما قلعتش هدومي. قلت اول حاجه اعملها اني اسمع صوتك. وحشتيني. وانت كمان وحشتني. يا ما عندكيش فكره الكلمه دي ريحتني قد ايه. انت بتتكلم منين؟ من الفيلا بتاعتي في العجم. لو اعرف اني كنت هقابلك والله ما كنت بعتها. طب ممكن تخليك معايا دقيقه واحده؟ ما تقفلش. معاك يا روحي. كتير بتتكتب إيكينجي ماريوت، وهي كلمة تركية بتعني في العربية الثاني أو القسم الثاني من ماريوت. أطلق عليها العرب منطقة كينج باشا، ثم تحول الاسم لكينج ماريوت نظرا لامتلاك عثمان باشا معظم الأراضي هناك. أما ماريوت في آراء مختلفة. رأي بيقول إن الاسم بيعود لماريات باشا أحد الأثريين الفرنسيين المشهورين في أواخر القرن ال19، اسمه فرانسوا ماريات، وهو مؤسس المتحف المصري في القاهرة ومن أشهر علماء المصريات. ولما انت عارف عنه كل ده متويه عندك ليه؟ انا متويه غصب عني، لكن الله يسامحك. انا اذا كنت قلت لك كل حاجه فالان يعني حاسس انه نصب عليكي زيي، لكن يعلم الله قد ايه انا قلبي عليكي، وعاوز اقول لك انك تخلي بالك للمستقبل يعني برضه. ما هو انت رخر اتنصب عليك؟ نصب عليا؟ ده ما خلاش حيلتي ولا ملين، كل اللي اداهولي حته اسوره. كانت أرضها من أخصب الأراضي الزراعية وفيها أثار من عهد الرومان، وكانت بتشتهر بزراعة الكروم والقمح والشعير. لما جاء الفتح الإسلامي استوطنتها بعض القبائل العربية اللي عاشت على زراعة القمح والشعير والتين والزيتون. زارها تشرشل ومونتجومري
وزارها كمان الملك فاروق والملك الليبي إدريس السنوسي، وزارها أيضا الرئيس محمد أنور السادات. وكانت كينج ماريوت موقع لتصوير الكثير من الأفلام المصرية. شغل النصب والاحتيال ومحاولة الاغتصاب كان لازم تقتليه. بس انا ما قتلتوش. امال تفتكري مين اللي له مصلحه في قتله؟ كل الناس بتكرهه، كل الناس اتأذت بس مش بالشكل اللي حصل معاكي، ورغم كده يوم ما شفتي اجزاء جثته في المشرحه اغمى عليكي. ايوه، لان ما اقدرش اشوف حمامه بتتذبح، ما اقدرش اشوف دم، ما اعرفش. بس احنا بقى عارفين كل حاجه. عارفين ايه؟ السكينه والساطور اللي قطعتي بيهم لا عليهم بصمات وبقايا دم. الطب الشرعي اثبت انها نفس فصيله دم محمود علوان. لا الاكياس النيل اللي عبيتي فيه. ما بتشدر عليه. انت استعملت نفس الاسلوب المخدر بتاع امك اللي سبب ايضا انه في الجثه. لا اللي خدرك واغتصبك وانت خدرتيه وقتلتيه. لا لو كنت نسيت نروح تاني المشرحه لا تشوف الطعنات بعينيك وتفتكر ازاي قتلتيه. قتلتيه قتلته وقطعت جبت له حته ورميتها للكلاب. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه، هو اللي علمني ازاي امسك السكينه وازاي تتصل الراس على الجسم، هو اللي علمني ازاي ينام الانسان بالمخدر ويعمل فيه اللي هو عايزه، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم. عشان كده كان لازم اهدر دمه، كان لازم اهدر دمه. ولما وصلني في المكان ده كان خد مني كل حاجه، كان خد مني كل حاجه، ما فضليش غير السل، غير السل والكره والبرع والمهانه. كان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم منطقة بحيرة ماريوت كان بيوجد فيها مواقع لمعاصر النبيذ بتعود للعصر الروماني، وتلال ضخمة من الفخار والمباني والصهاريج، وعثر فيها كمان على تماثيل لهرقل وكليوباترا وغيرهم. تم اكتشاف العديد من الجبانات وأفران صناعة الفخار ومجموعة من الأرصفة البحرية والمواني القديمة اللي بيرجع تاريخها إلى ما قبل القرن السابع الميلادي. وكانت مواني بحيرة ماريوت فيها نشاط تجاري كبير خلال العصرين اليوناني والروماني، ويعتقد أنها ظلت مستخدمة حتى القرن السابع الميلادي. خير يا أستاذ جلال. عيني يا بيه، أنا كل زملائي المحامين جايين للدفاع عنها مجانا مجانا. شكر أوي شكر. في 15 محامي هيتقفوا عنك مجانا. ثانية كل الناس جاية عشان تشهد معاك. ثانية المسؤول بقى. خدي دي. ايه دي؟ يلا. أرق تحيات الزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني من العشق ياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.